Hello everyone, this is Miss منى مصطفى. النهارده هنتعلم 10 جمل جديدة في مواقف حياتية مختلفة بالإنجلش. سلسلة فيديوهات المواقف الحياتية هدفها إننا في كونسبت بعد 3 شهور بس نكون قدرنا نوصلك إنك تقدر تقول 1000 جملة بالإنجليزي. جاهزين؟ Let's start. تقول إيه لو حد بيقولك حاجة تضايقك وتعصبك وإنت مش عايزه يقولك كده تاني؟ What? Never say that again. Never say that again. تقول ايه لما يبقى معاك حاجة وعايز تفرج صاحبك عليها؟ Come over here and take a look. Come over here and take a look. تقول ايه لما تتعرض لموقف كبير ومش عارف تعبر عن حالتك في الموقف ده؟ I'm speechless. I'm speechless. تقول ايه لما تبقى واقع في مشكلة ومش عارف ايه اللي حصل او المشكلة منين بالظبط؟ What seems to be the problem? What seems to be the problem? تقول ايه لما تبقى عايز تقول حاجة لحد ومش عايز اي حد تاني يعرف؟ I have a secret to tell you. I have a secret to tell you. تقول ايه لما تبقى عايز تعرف الشخص اللي قدامك هيخلص او هينجز اللي بيعمله ده امتى؟ How long will it take from you? How long will it take from you? لما تبقى الدنيا بايظة معاك في كل حاجة وعايز تقول إنها ما بقتش فارقة خلاص. It doesn't matter anymore. It doesn't matter anymore. تقول إيه لما تبقى عايز تشتري حاجة بالفيزا وتكتشف إنها ضاعت منك؟ I've lost my bank card. I have lost my bank card. تقول إيه لما تلاقي حد حظه حلو قوي أو حصل له حاجة ما كانش متوقعها؟ You're so lucky. You are so lucky. تقولي لما تبقى عاوز تسأل حد يحب ياكل ايه، يشرب ايه؟ What would you like to eat? What would you like to drink? وبكده نكون خلصنا ال10 مواقف الحياتية للفيديو ده. نبدأ دلوقتي نتمرن عليهم ونعود لساننا انه ينطق جمل كاملة بشكل صح وسليم. This is منى مصطفى, an English instructor at Concept. See you next video. Concept. اتعلم انجليزي صح.